هيجان وغليان رضا عبد العال بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، ويشتم مدرب الزمالك. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة 26 من الدوري المصري، فقد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال: لعيبة الزمالك دي لا عندها دم ولا إحساس، ولعيبة عالة على النادي الزمالك، عايزين ياخدوا فلوس وخلاص، لكن يلعبوا زي الناس ويفوزوا ويعملوا حاجة لنفسهم وتاريخهم لا، مش مهم. ومدرب زي الزفت جاي ياكل عيش ويقبض بالدولار وخلاص. انا نفسي اعرف مين اللي جاب المدرب ده وتعاقد معاه. ده اكيد طالع من وراه بمصلحة جامدة جدا، عشان ده مدرب ما ينفعش يدرب فريق درجة تانية حتى. وربنا يكون في عون الزملكاوية على العك اللي بيشوفوه من لعيبة الزمالك. والمدرب ده والله من أول مباراة وأنا قلت عليه ده جاي ياكل عيش، ومدرب لا يفقه شيء في كرة القدم. شوفوا الفرق بينه وبين مارسيل كولر مدرب الأهلي، واللي عمله في الترجي التونسي امبارح في نصف نهائي أفريقيا، وخلاص يعتبر الأهلي وصل للنهائي. وهو ده كان رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك منك دعما للقناة، وحتى يصلك كل جديد.